تعليق مفاجئ من ابو تريكة على فوز الزمالك امام الاهلي، ورسالة اسطورية. اسمع يا اهلاوي واعمل اللايك. علق محمد ابو تريكة نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق على فوز الزمالك امام الاهلي في قمه الدوري المصري الممتاز بنتيجه هدفين لهدف. وقال ابو تريكة في تصريحاته التلفزيونيه على بي ان سبورت: مباراه في الدوري وهذه هي كره القدم والدنيا ليست ضلمه، الاهلي على اعتاب حدث تاريخي في دوري الابطال، هو انك توصل 5 فاينل متتالي ولم تحدث لاي نادي في العالم، في افريقيا ولا اسيا ولا اوروبا. واردف ابو تريكة: مباراه وانتهت، وعقليه الاهلي وصلته لكده ان الامر بينتهي بنهايه المباراه لانه الاكبر تسويقيا وبالبطولات، وكسبنا الزمالك بخماسيه من موسمين وما خدناش الدوري. الصفحه دي تتقفل علشان داخل على مباراه مازيمبي، مباراه قويه. واختتم ابو تريكة: كولر عمل انجازات كبيره مع الاهلي، امبارح حساباته ممكن اختلفت وده وارد، مش عاوز اقف على الخساره من الزمالك، وامامنا 40 يوم وممكن تبقى بطل افريقيا وترجع الدوري للنادي الاهلي. واكمل ابو تريكة: الدنيا ليست سودة في الاهلي، الفريق محقق بطولات ووضعك في الدوري جيد، لو فزت بمؤجلاتك هتتصدر الدوري عادي جدا. وشدد ابو تريكة: لكن في ارقام جرس انذار ما ينفعش، اهداف تدخل مرمى الاهلي في اخر دقيقة، وفي 11 ماتش دخل في مرماك 13 هدف. واكمل ابو تريكة: عندي وقت اصلح ما حدث، ولو كسبت المؤجلات انت متصدر الدوري، وفي امور تتصلح ومنها اقفل صفحة الزمالك علشان بطولة افريقيا. جاهل اللي بيقول الكرة 90 دقيقة بس، لا، الكرة امور تانية، ولازم تقفل صفحة خسارتك من الزمالك علشان مباراة مازيمبي في افريقيا.